في سؤال كمان يا باشمهندسة، لو أنا الليدر للبروجكت إزاي أعرف أوزع التاسكات على التيم بشكل صحيح بحيث أدي أعلى كفاءة للبروجكت؟ يعني دي من الأسئلة اللي تمام. اللي وصلت لنا يعني. دي حتة برضو ممكن تعاملات اكتر. وفي حتة السوفت سكيلز. السوفت سكيلز بس مش عبارة عن ان انا بتعامل حلو مع الناس، لان الكوميونيكيشن هي طبعا اساس السوفت سكيلز. بس ان انت تكون في حتة الليدرشيب. مش اللي انا بس اللي انا اقدر يا جماعة انا بعرف اكون مانجر كويس او كده، لا، من صفات المانجر الكويس ان هو يكون عارف كل الكابابيلتي بتاعة التيم بتاعه. انا عارف مقدرة الشخص ده يعمل واحد اتنين، والشخص اللي بعده بيعمل تلاتة أربعة. ما ينفعش اللي أنا أقول لأول شخص أنا عايزك تعمل واحد اتنين تلاتة أربعة، وأقول برضو لتاني شخص أنا عايزك تعمل واحد اتنين تلاتة أربعة. ممكن في أوقات تحتاج تعمل فيهم كده، بس يكون بشكل أحسن، بتعمل هارموني أكتر كويسة كتيم وورك. اللي انت تعرف تظبط ان ده بيعمل واحد اتنين حاجة كويسة جدا، فتسيبه يعمل واحد اتنين وتعلمه ازاي يسلم شغله بشكل بروفيشنال للشخص اللي بعده، عشان ينفذ الجزء اللي هو تلاتة أربعة مثلا برضو بشكل بروفيشنال اللي هو بيعرف يعمله. أنا كمدير مشروع أو كتيم ليدر، لو لسه في حيز الستودنت أكتيفيتي، ازاي أقسم الناس. فممكن انت تبتدي تشتغل على نفسك في حتة اللي انت تعرف الشخصيات اللي قدامك، تعرف كل شخص، او تبتدي تقعد مع كل شخص تعرف منه هو بيحب يشتغل ايه او هو قادر يقدم ايه. ممكن مثلا شخص لا انا بعرف اشتغل ديزاينز كويس جدا او بعرف ارسم كويس جدا، بس انا مش بس متاح الفترة دي، عادي ما مم. فيش مشكلة. يبقى الشخص اللي بعده أو اللي مثلا ممكن ممكن يكون واحد مثلا بيرسم. مش كرييتيف شوية، يعني مثلا واحد كرييتيف أكتر من التاني، واحد بيعرف يعمل ريسيرش أفضل من التاني، واحد السوفت ويرز بالنسبة له بيقعد، بالنسبة له الدنيا أسهل. فهو على اه حسب يعني ممكن السكيل يعني عند كل زي واحد. ما بقولك، هو ممكن برضو ساعات الظروف المحيطة دي اللي بتفرق. مثلا مدير شاطر عن التاني في الحتة دي، ان هو يبقى عارف الظروف المحيطة بتاعة الشخص. يعني ممكن يكون شخص هو كرييتيف جدا وبيعمل ديزاينز احسن حاجة، بس عنده ظرف ما مش مساعده في الوقت. فانا كمدير شاطر انا ممكن ادي التاسكس بتاعته لشخص تاني مش يعني مش سريع قوي في اللي هو تنفيذ ديزاينز، بس اخلي الشخص ده اللي ما عندوش وقت يشرف عليه او يراجع وراه. مم. فهي حتة فعلا بالظبط، ممكن اه. يعني شخصية اكتر، يعني اللي انت تبقى حلو عارف جدا كل الجزئية شخص دي. قدراته ايه وظروفه ايه اهم من قدراته ايه، لان انت ممكن يعني الشخص اللي قدامك قدراته يعمل كده بس ظروفه مش مساعداه ان هو يعني يعمل اعتقد الحاجة دي. الجزئيه دي كمان حلوه جدا جدا يا باشمهندس، كمان للشباب اللي شغاله في ستودنت اكتيفيتيز او الشباب اللي عندها جراديويشن بروجكت. شباب مثلا ازاي انظم البروجكت بتاعي. فدي انا اعتقد يعني جزئيه حلوه جدا، يعني انا بغض النظر. الفترة دي كنت ال... بتكلم مع ناس في الانترنشيب في الشركة عندي في جزء الجراديويشن بروجكت. ان اظن الفتره دي خلاص احنا داخلين على السنه الجديده، فاغلب الناس عملت اساين للتيمز بتوعها او كانوا متفقين اوريدي مع بعض. فدي بقى ايه اهم فتره، فتره اه الصراعات. يعني دي حقيقة. اللي هو هنكمل مع بعض، طب هنكمل ازاي؟ طب في ناس لسه ما دخلوش في المود وفي ناس داخلين جامد جدا، فكنا بنتكلم في النقطه دي. وحتى جمعت منهم برضو شويه افكار شويه اسئله. فاللي انا كنت بنصحهم بيه في النقطه دي ان مش لازم نخلص كل مجهودنا في اول فتره. حتى لو انت داخل متحمس جدا وعندك الفكرة وكده، ده نصيحة بشكل شخصي برضو، ممكن شخص يتقبلها وشخص لأ. بس لأن انت في سنة رابعة فعلا بتكون أكتر سنة مضغوطة نفسيا جدا. انت بتبقى عايز خلاص تخلص، انت زي ما بيقولوا كده في عنق الزجاجة. بيبقى في دماغك أفكار كتير، طب أنا هقدم بقى بعدها على تدريب تاني، طب الشغل بالنسبة للولاد في جيش. طيب. فبيبقى دماغك فيها حاجات دي كتير حقيقه مختلفة فعلا. كده. دي حقيقه. ففكرة بقى مشروع التخرج، علشان أول مرة ناس كتير بتبقى بتتعرض بقى للشغل بإيديها وكده، فبيبقى ضغط رهيب جدا. فالنصيحة اللي في الجزء ده اللي انت ممكن ما تهدرش مجهودك كله في أول فترة. أنا كنت بنصح الناس في الانترنشيب عندي إن خلوا أول فترة للمواد العلمية. ذاكروا يا جماعة أول فترة دي، لأن في آخر فترة دايما سواء أنت اهتميت بالمشروع من الأول أو ما اهتمتش بمشروع التخرج من الأول، غالبا آخر فترة بتكون يعني هي للمشروع التخرج بس. ده اللي أنا شفته في اه دي مشروعي في حقيقه. مشاريع زمايلي السنين اللي بعدي. دي حقيقه. فهتلاقي نفسك المواد بقى آه،
انت مش لاقي فعلا وقت، مش لاقي وقت تذاكر، مش لاقي وقت كده. فلو انت محضر نفسك من الاول الدنيا هتسهل معاك جامد. فعشان كده مم. كنت بنصحهم ان يا جماعة بلاش، يعني حتى عشان شغفكم للمشروع ما يقلش او تهبطوا منه او تزهقوا، خلوا أول فترة للمواد تفهموا حتى آخر سنة بالراحة، تبتدوا تفصلوا دماغكم، تعرفوا تخططوا كويس للخطوة ما بعد ذلك. الناس تبتدي تتقبل، سواء اللي هيشوف جيشه، سواء اللي هيشوف تدريب، اللي هيشتغل في مجال ايه، اللي لسه هيجرب حتى ما فيش مشكلة. بس يخلي أول فترة دي على قد المذاكرة وعلى قد ان هو بيريح دماغه. وبعدها مثلا بعد اول شهرين او كده خلاص احنا اتعودنا على بعض كتيم، عرفنا كل واحد بيعرف يعمل ايه، ظروفه يقدر يقدم ايه في الجراديويشن بروجكت. نبتدي بقى بشكل عقلاني نحط الخطوات بتاعتنا صح، او نبتدي ننفذ. المفروض ان انتوا الفترة دي انتوا بتبلان للخطوة بتاعتكم بشكل بسيط جدا، وبتجربوا بعض. بعدها بقى تبتدوا تنفذوا، ويبقى خلاص انتوا شحنتوا بقى فترة طويلة، شحنتوا فهمتوا ايه المواد اللي عندكم، فهمتوا المواد هتمشي ازاي، ايه هيتذاكر قبل ايه، خلصنا الجزء الميد ترم نبتدي بقى في مشروع التخرج. بحيث بس ما نحرقش فترة كبيرة قوي في الأول دي، بتهدر فعلا طاقة ووقت كبير يعني. حلو قوي الجزئيه دي الصراحه. انا شايف الشباب بتبقى محظوظه جدا اللي عندهم جراديويشن بروجكت السنه دي انها تسمع ده من بدري. لان كتير يعني خلاص يعني اخطاء ان هو بيقعد في اول فتره في الكليه، لا انا اول فتره في اخر سنه دي لا انا هشتغل بروجكت جامد طول الامتحانات والمواد والقصص دي كلها. فلاقي نفسه سنه نفسه في اول ترم ولسه ما عملش حاجه ولسه ما انجزش ولسه ما ذاكرش والدنيا برضه هو كلها. مش شرط دايما برضه، يعني هي حاجة يعني أنا شفتها زمايلي في عين شمس، في القاهرة، في المنصورة طبعا. إن دكاترة سنة رابعة بصراحة يا جماعة بتبقى هي أصعب دكاترة. ده انا شفتها يعني، مش عارفه هي قاعده ولا لا. فعشان كده بقول نهتم بس بحته المواد العلميه شويه في سنه رابعه، وخصوصا لان هي فعلا بتكون مواد مهمه واول مواد هتقابلوها في الشغل. ف... مم. فبتكون مفيده اللي انتم تبقوا لسه فاكرينها، مركزين، هتعرفوا توصلوا لها تاني ازاي لو احتجتوا حاجه. مش شرط ان الناس مثلا مشروع التخرج، في ناس بتكمل في سكه الاختيار بتاع المشروع التخرج بتاعها. سواء مثلا اغلب المشاريع المشهوره حاجات زي ال CNC machines، الليزر كاتنج كده، بيدخلوا في المجال ده بشكل اقوى ليهم، as a personal project ليهم بعد كده. فاكيد هيبقى مهم ان هم يكون تركيزهم كله في الحاجات دي. بس في ناس تانيين مش بيبقى ده مجالهم، مجالهم في حاجات تانية. دايما في سنة رابعة بيبقى فيها بداية المواد دي. ده برضو من اللي انا شفته، سواء تجربة بشكل اه شخصي ليا او مع زمايلي يعني. ومش شرط في ميكانيكا بس، أكيد. في كهرباء، في حاسبات كده. دي حقيقة فعلا يا باشمهندس. أنا فاهم دي جزئية حلوة جدا بالنسبة لإدارة المشاريع حتى على سمول صغير كجراديويشن بروجكت، مشاريع كتيمات، مشاريع كشباب مثلا اللي في سن اكتيفيتيز. أنا الصراحة كان الكلام ده يفيدني جدا 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 لما كان واحد يبقى طالب وداخل على بروجكت. أنت عارف إزاي إنك المفروض تعمل تايم لاين، يبقى عندك بادجت مظبوط. يعني كتير من حتى الكومبيتيشنز، يعني أنا أتذكر دخلت كومبيتيشن. الكومبيتيشن دي كانت فكرة تنظيم المشروع بتاعك تدخل عليه درجات أصلا، ان ازاي البروجكت بتاعك يبقى منظم مم. بتاخد عليه درجات. فدي كانت حاجات طبعا مم. مهمه جدا. انا شايف انها حلوه جدا بالنسبه يعني للشباب جدا اللي عندها جراديويشن بروجكت، او بالنسبه كمان المهندسين اللي عندهم بروجكتس ولسه بادئ يخش على جزئيه البروجكتس. الجزئيه دي هتبقى حلوه جدا لي. اعتقد ده بارت زي 2 ما كده. اتفقنا في الأول إن أنت كل ما بتجرب دلوقتي دي خبرة ليك اه دي وخبرة حقيقه. ببلاش. لكن دي لما حقيقه. بتجرب بعد كده بتبقى بفلوس هي كتير. فعلا الجامعه فعلا هي إن في حد يستغل النهايه الفترة دي. ممكن الواحد يحس ان الجامعه محجمه شويه، بس هو زي ما في عيب في ميزه ان انت التجربه ببلاش. معلش انت معاك جراديويشن، معاك بروجكت هو شغال عليه انت. يعني حتى لو بتدفع فيه مثلا اكيد مبلغ او حاجه، بس ما بتبقاش انت شايل القصه كلها. احيانا لو في فند كمان ما بتبقاش انت الجزئيه دي انت كمان بتمسح داك. فهو وبعدين حتى كده كده السنه شغاله، يعني انت بغض النظر انت كده كده السنه شغاله. انت والله البروجكت نجح ما نجحش انت السنه بتشغاله، وانت عمال تعدي سنه ورا سنه مفيش مشكله. غير لما تقف شغلك والشغلك يقف عشان البروجكت الحوار يختلف. فيعني دي نقطة حلوة جدا يا باشمهندس، والله يجزاك الله خير عليها. ممكن نخش على بارت 3، والبارت 3 ده صح أنا منتظره جدا بتاع السوفت سكيلز.